اهلا بيكم، منورين يا رب، منوريني كده على طول. اللي ما يعرفنيش انا فاطمه بدران، وده كلمه الا رباعيه. الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده هو موضوع بسيط، ممكن يكاد يكون بالنسبه لناس تافه، وبالنسبه لناس تانية موضوع كبير وخطير ومهم. طيب هدخل في الموضوع على طول. صاحبوا ولادكم. يعني ايه نصاحب ولادنا؟ واحنا بنتكلم معاهم وبنشوف بعض على الغداء وعلى العشاء وبنوديهم مدرسه ونرجعهم مدرسه، اتكلموا معاهم، شوفوا ده فيه ايه، خصوصا التين ايجرز، المراهقين، او بمعنى اصح اللي في سن المراهقه. خليهم من وهم صغيرين صحابك، اتكلم معاهم حتى لو في مواضيع بالنسبه لك هتكون تافهه، انها بالنسبه لهم هنا موضوع كبيره وخطيره وكبيره، هم صغننين قد كده، بالنسبه لك مواضيعهم هتكون اكيد لا تلقى، من المفروض لا تلقى اهميه، بس بالنسبه لهم موضوع مهم. اتكلم حتى يا ربي لو القلم اللي هناك ده لونه اخضر ولا اصفر، بالنسبه لهم موضوع خطير ومهم، بالنسبه لك انت هيبقى ايه اللي الهبل ده؟ لا، اتكلم معاهم واحترم رايهم ودماغهم. لما هتتعود معاهم من وهم اطفال قد كده لغايه اما يكبروا ان انت الاساس ان انتوا بتتكلموا مع بعض وبتتناقشوا مع بعض وصحاب، هتلاقيهم في السن دوت، سن المراهقه وهو اخطر سن، ان هو لو حصل اي حاجه حتى لو طفل هيجي يتكلموا معاك. عودهم ان هم حتى لو حاجه تكسف، حاجه تحرج، حاجه ما ينفعش يتكلم فيها اصلا، ما يدورش على حد غيرك، تيجي انت يقعد يتكلم ويدور عليك انت، ما يدورش على حد بره يقعد يتكلم معاه، عشان عارف ان انت هتسمعه وهتفهمه وهيبقى بصدر رحب، مش هتبقى زهقان وملان منه، وهتقول له على الصح وهيعمله، هيبقى عنده ثقة فيك ان انت اللي هتوجهه صح، مش مجرد اوامر وخلاص. وعوده برضو ان انت مش طول الوقت اوامر ولازم هتعمل ده وبالاجبار، لانه هيجي عليه وقت وهيفك منك ومش هيبقى عاوز يسمع لك حاجة، هيبقى يقول لك وحاضر وطيب ونعم واللي انت عايزه يا سلام، ومن وراك يعمل اللي هو عاوزه. ما تخلوهوش يوصل للمرحلة دي. اتكلم معاه والغلط، وما تراقبوش، تابعوا، لانك لما بتراقبوا هم بيحسوا وبيفهموا، فبلاش، تابعوا وخلي فيه تواصل، خلي فيه لغة حوار دايما، لان انت لو هتفضل لو بمنطق ان انت لا بالاجبار وبالعافيه وهو ده اللي هيوصلها تمام، هيريحك جدا، من وراك هيعمل اللي هو عاوزه وانت مش هتبقى عارف، كل اللي حواليك عارفين وشايفين الا انت. هتبقى طول الوقت انت بتنصح ده وبتنصح ده، واللي هو خارج دايرة اسرتك حلو، الناس هتقول لك تمام وحلو جدا وشكرا على النصيحة، بس شايفين من بره الصورة كاملة ان انت بشخص ناصح يعني بتنصح بمعنى اصح طول الوقت الناس، بس ولادك اللي انت بتجبرهم، شوف هم بيعملوا ايه، بس مش هيواجهوك، هيسيبوك لغاية انت بتكتشف لوحدك. فما تجبرش ولادك على حاجة، صاحبهم واتكلم معاهم، وخلي ده دايما انت عارف مفاتيحه بمعنى اصح، وعارف ده شغال ازاي وبيوصل ومدى ايه. ما تخليهوش يدور على بره ان يسمع نصيحة من حد، ما تخليهوش يدور على بره انه يعمل اللي هو عاوزه عشان انت خانقه، ما تجبرهوش على حاجة عشان من كتر الزن ان هو ده اللي هتعمله. طيب هيعمل اللي انت عايزه ده عشان يخلص بس من الزن، مش عشان يعمل الصح، ومن وراك هتلاقيه بيعمل اللي هو عاوزه، وهتبقى الصدمة الكبرى لما تكتشف ده بعدين. وبس كده. لو الفيديو بالنسبة لك كان مفيد يا ريت لايك وشير عشان يظهر لغيرك فيستفيد، ولو لسه مش مشتركين عندي على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، وقناتي على اليوتيوب، يشرفني متابعتكم. وبس كده، سلام.